الصلاة. ليه احنا بنصلي؟ وليه مهم ان احنا نصلي؟ وايه اللي يحصل لو ما صليناش؟ على فكرة انا مش هتكلم عن فكرة حلال او حرام، انا هتكلم عن نقطة تانية خالص. بس قبل ما اشير للنقطة ديت انا هقول لك مثال. لو انت طالب وقلت لك ايه اللي يثبت انك طالب، هتطلع لي كارنيه كلية. لو انت دكتور وقلت لك ايه اللي يثبت انك دكتور، هتطلع لي تصريح مزاولة المهنة. فلله المثل الأعلى. لو ربنا سبحانه وتعالى سألك ايه اللي يثبت انك مسلم، هتقول له ايه؟ لو سكت فدي مشكلة، لكن لو انت صادق هتقول له الصلاة. ده الدليل على كوني مسلم. تخيل لو انت ما بتصليش، هتقول له ربنا ساعتها ايه؟ خلي بالك انا ما كلمتلكش عن ذنب تارك الصلاة او هو عذابه ايه عند ربنا. انا بتكلم الحاجة اللي بتخليك منتمي لدين الاسلام، الحاجة اللي بتثبت انك مسلم. كونك مش بتصلي انت بتنزع عن نفسك الدليل اللي بيثبت انك منتمي لدين الاسلام. مهما كان عملك صالح ملوش اي قيمة مقابل انك مش بتصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاة. الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم بيقول إن الفاصل ما بين كونك مسلم وغير مسلم هو الصلاة. استهوانك بعدم الصلاة بيدخلك في دايرة صعبة جدا انت ما تحبش انك تكون فيها. انت لما بتصلي بتثبت وجودك في زمرة المؤمنين، بتثبت انك داخل بوتقة الإسلام، بتنفذ كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. طالما بتقول أنا مسلم، فاثبت بالدليل القاطع إنك مسلم. عاوز تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ صل الفرائض وادع ربنا يتقبل منك.